لبسني 3 عيال مش من صلب، والمحكمه قدامها الحقيقه والفتوى جايه من الازهر بتقول له انفي. انهيار زوج بعد المحكمة ما حكمت بنسب 3 أطفال استنادا لقاعدة الطفل للفراش. محمد الهادي بعد 11 سنة زواج اكتشف ان ال3 أولاد مش من صلبه ولا أولاده. اما انا مش تمام وست مش كويسه اللي خلاني كملت معاك زي ما انت ما بتقول. زوج مسافر ومطحون في الشغل علشان يخلي زوجته وأولاده في أحسن مستوى وعيشهم أحسن عيشة، وبعد 11 سنة زواج و3 أطفال جه لمحمد الهادي اتصال من مجهول بقول له انت صعبان عليا يا محمد، مراتك بتخونك ومش من سنة ولا 2، لا ده قبل حتى ما تتجوزوا، وان ال3 أولاد ان انت عمال تربيهم وتصرف عليهم دول مش أولادك، دول أولاد واحد عندك في الشارع اسمه عبد المنعم. محمد الهادي كان مصدوم ومش مصدق ولا كلمة، 11 سنة عايش. انا كنت عامل زي البقرة، انا اسف في التشبيه، زي البقرة المذبوحة كله بينتش، زي البقرة في الساقية علشان خاطر مراته وأولاده، وفي الآخر يكتشف إن ال3 أولاد دول مش أولاده. محمد ما كانش مصدق كلام اتصال المجهول، لكن انزرع جواه الشك وقرر ينزل مصر علشان يتأكد بنفسه. حضرتك دلوقتي الأولاد دي مش أولادك، أمال أولاد مين؟ يعني أولاد مين معلش؟ وأخد الأولاد ال3 سلمى وآدم وكرمة علشان يعمل لهم تحاليل البصمة الوراثية DNA، وبعد النتيجة ما طلعت اكتشف إن ال3 أولاد مش أولاده. الست اللي مش كويسة ممكن يبقى عندها 100 وسيلة ووسيلة علشان ما تخلفش على فكرة من الراجل اللي هي ماشية معاه. وأول ما واجه زوجته أنكرت وقالت له إنه ظالم ومفتري وبيتبلى عليها، وإنه بيقول كده بس علشان ما يصرفش عليها هي والأولاد. أولاد مين معلش؟ لما أنا متجوزك عن حب، سلمى بنتك دي تبقى بنت مين؟ يعني محمد الهادي قرر إنه يعمل بلاغ في الشرطة إن زوجته خانته على مدى 11 سنة جواز، وخلفت منه 3 أطفال خارج الفراش مش من صلبه خلال سفره بالخارج. دموعي دي مش استعطاف، طلب شفقة من حد، بس دموع وجع. وقال إن جاله معلومات إن سلوك زوجته سيء، فاضطروا إنه يعمل تحليل DNA في أحد المعامل الخاصة، واكتشف إن البصمة الوراثية غير متطابقة مع الأطفال. أنا عايز راجل عنده نخوة وعنده ضمير يقبل يربي 3 عيال مش عياله. كان عليه أقدم محضر بالواقعة، وبعد تحريات المباحث وتحيات النيابة تمت إحالة الزوجة تغريد هي والأولاد والزوج محمد الهادي للطب الشرعي علشان ياخدوا عينة تانية ويعملوا بصمة وراثية، والطب الشرعي أثبت فعلا عدم تطابق البصمة الوراثية للأطفال مع الزوج، يعني الأطفال مش أولاده. أنا كنت بعيط زي الحريم بيني وبين ربنا. وقدر يثبت ان العشيق عبد المنعم والزوجة تغريد كانوا متأجرين شقة بعيدة باسم عبد المنعم، وكانوا بيروحوا يتقابلوا هناك فيها. زوج محمد الهادي جاب البواب شاهد معاه، وكمان جاب صورة من عقد إيجار الشقة. اضطر العشيق عبد المنعم إنه يعترف باللي عمله، لكن الزوجة تغريد هربت ورفضت الاعتراف بغلطتها. كل ما تروح في مكان تقعد تعيط تعيط تعيط. انت بتعيط ليه؟ مصرة إن الأولاد هم من أولاد الزوج محمد الهادي مش أولاد العشيق. وحكمت المحكمة على الزوجة تغريد وعلى عشيقها عبد المنعم بالحبس 3 سنين. أما الزوج محمد الهادي رفض نسب الأولاد لأنهم مش من صلبه، لكن الغريب إن المحكمة حكمت إن الأولاد هم ولاد الفراش، وإنها طالما كانت زوجته وقت إنجابها للأولاد يبقى الزوج هو المسؤول عنهم من مصاريف ورعاية صحية، ولو مات وربنا افتكره الأولاد هيورثوه. لبسني 3 عيال مش من صلب. الزوج كان مصدوم ومنهار من القانون، ازاي يصرف ويتحمل نفقة على 3 أولاد مش أولاده ولا من صلبه، وكمان ليهم حق الورث فيه، لأن المحكمة استندت على قاعدة فقهية بتنص على إن الطفل للفراش. فالزوج عمل استئناف وجاب فتوى من الأزهر إن طالما الأولاد أولاد العشيق يبقى الزوج من حقه يرفض نسب الأولاد، والأولاد يتنسبوا للعشيق لأنه أصلا أبوهم الحقيقي. والفتوى بتاعت الازهر معايا وبيقول له معاك فتوى انك تنفي وما نفاش. لكن كانت المفاجأة إن المحكمة رفضت حجة الزوج وهي فتوى الأزهر، وقالت إن الأولاد منسوبين للزوج واسمهم هيفضل على اسمه، وإن مسؤول من مصاريف وتكاليف كافة الإنفاق عليهم. هيطلع دين امي هي بعد كده شهرين تقف قدام القاضي تقول له عايزه نفقه. وبقى زي المجنون ازاي يتحمل مصاريف وعيشة وسكن وحياة كاملة لأولاد مش أولاده ولا من صلبه، وبعد عمر طويل ولاد العشيق كمان هم اللي هيورثوه. نفقه مطعم ونفقه مسكن ونفقه، ويجي يقول لي ادفع لها 1,000,000 جنيه، ادفع لواحده ثانيه بحكم نائب محكمه النقض 1,000,000 جنيه.